آه، عايز أتكلم معاكم النهاردة عن الزمان الرديء اللي احنا عايشين فيه ده. معرفش هل في أردأ من كده ولا احنا خلاص وصلنا للقمة في الرداءة والوحاشة والقبح. آم، الأخبار المتتالية اللي ورا بعض اللي ليها علاقة ب مجموعة من العمال اللي شغالين في مدرسة، اللي كانوا بيستدرجوا أطفال في الكيجي عشان آه، يهتكوا عرضهم ويتحرشوا بيهم. وخطورة طبعا الموضوع مش عمل فردي، مش واحد بيعمله في الخباثة يعني ومتداري، ده تشكيل عصابي. هم الأربعة متفقين مع بعض ومنظمين العلاقة بينهم يعني في قواعد حاطينها عشان يستدرجوا الأطفال لأماكن معينة في المدرسة، بعيد عن الكاميرات المراقبة. ويخوفوا الولاد، وفي لقوا سكاكين ولقوا حاجات ولقوا فيديوهات مصورين الأطفال وحاجات شبه كده. والمشكلة إنه كل ده طبعا بعيد عن مراقبة المدرسة إلى آخره يعني. وبعدها موضوع البنت، الطفلة اللي عمرها 7 سنين، اللي تم انتهاك عرضها وقتلها في البول في العين السخنة من ولد، حتى بعد ما ماتت هو يعني استمر في فعله. ولد طبعا مخبول يعني. واخر حاجة الخلاف اللي حصل في مدرسة في الشروق اللي فيها ولد وبنت اختلفوا مع بعض، اطفال في اعدادي يعني. والبنت قالت له كل اللي قالته له، قالت له انت ولد مش متربي او اهلك ما عرفوش يربوك. فنكتشف ان والدة الولد دوت جابت عربية واثناء ما البنت خارجه من المدرسه راحت دهساها بالعربيه، موتتها، وفضلت واقفه لغايه ما تتاكد انها فرخه الحياه. انا مش فاهم ايه المستوى ده من الوحشيه، من القساوه، من قله الادب اذا جاز التعبير، او انعدام الادب خالص. شيء مذهل يعني. وبعدين عندي كذا ملحوظه. اول حاجه ان الحاجات بقت متلاحقه بشكل رهيب جدا، وما بقاش في فواصل ما بين الكوارث والمشاكل المختلفة، المبهرة في وحشتها يعني، اللي نتوقف عندها. ما بقتش يعني جرائم عادية تقليدية، لا، بقت سهل جدا نقتل، سهل جدا تحرش بالأطفال، سهل جدا اغتصاب، سهل جدا طفل يموت طفل، دي كان برضو جريمة من ضمن الجرائم، ويقطعه ويرميه مش عارف ايه. مش فاهم. الملحوظة التانية ودي خطيرة جدا بقى، يعني لازم نتوقف عندها. ان احنا كنا الاول متصورين ان الجريمة مرتبطة البيئة الثقافية والاجتماعية والمادية، فبالتالي نربط دايما الجريمة في مستويات متدنية في المجتمع ده. طب دي مش مستويات متدنية، بالعكس دي مستويات راقية. انت بتتكلم في الشروق، وبتتكلم في مدارس دولية، وبتتكلم في العين السخنة يعني ما بقاش في قاعدة بتحكم الأخلاق وعدم الأخلاق. ما بقتش في فئة، ما بقاش في كوميونيتي معينة، ما بقاش في حاجة. انت بقت الكوارث والجحود وقلة الأدب والوحشية داخلة في كل حتة، في كل مستوى، في كل طبقة. عشان كده انا متصور انه مفيش خطر بعيد عنك ولا عني. يعني كنا في الاول نقول خلاص احنا بعيد عن المشاكل، كل واحد واخد عياله في حضنه وبيقول انا بعيد عن المشاكل. لا، طب ما هي البنت يا حبيبتي اللي اتدهست دي، ما هي اهلها كانوا واخدينها في حضنها، بس هتنزل، لازم تروح المدرسة، فهتواجه ناس. البنت اللي تم، الله يرحمها يعني، اللي ماتت في البول، الطفلة ديت اللي هي تم اغتصابها وهتك عرضها وهي ميتة كمان. ما هي نزلت يعني، مش هتقعد في البيت. يعني انت في الاخر فكرة ان انت محمي جوه بيتك، وما بقاش ما بقاش ده حقيقي. انت طول الوقت معرض، انت وولادك ومراتك وجوزك معرضين طول الوقت للحاجات دي. لازم كل واحد في المجتمع يقوم بدوره، لازم كل واحد منوط بدور يعمله.
يعني الأب والأم لازم يربوا، لازم نرجع نربي، يعني لازم نحل مشاكل العيال النفسية والأخلاقية والعقلية جوه البيت قبل ما ننزلهم الشارع. يعني لو هو مش جاهز مش مؤهل إن هو ينزل الشارع ويتعامل مع الناس ما ينزلش. أنا مش ذنبي إن الولد أو البنت مش متربي. المدرسة لازم تقوم بدورها، يعني فكرة انشغال المدرس بإنه يواجه المشاكل الاقتصادية اللي هو عنده وتأزم الحياة والضغوطات ديت خلته ما بقاش مركز فكرة إن هو يربي العيال. ما احنا اسمها وزارة تربية وتعليم. يعني مش عايزة أتكلم، انت يعني المدرسين فاهمين قوي إن وسط مشغوليات الحياة ما بقاش عندنا وقت نربي العيال. لا مش بس المدرس، الأستاذ الجامعة، الشيخ الجامع، قسيس الكنيسة، كل حد لازم يقوم بدوره، وإلا إحنا رايحين في سكة مفيش فيها رجعة. ربنا يحفظنا ويحفظ مصر.